نفك بلاستيك التطعيم. بلاستيك التطعيم بيتفك بعد سنة من عملية التطعيم، ونتأكد ان الطعمة مسكت في الاصل علشان ما نفكوش وتكون الطعمة لسه ما مسكتش. بس اول ما ناخد بالنا ان الرباط بتاعنا عمل حز على الشجرة وهيبتدي يخنق الطعمة لازم نفكه فورا، بس لازم يعدي سنة او 9 شهور او على بال ما نفك البلاستيك بتاع التطعيم. يعني احنا حتى اللي احنا ممكن نعمله دلوقتي، اللي احنا ممكن بعد شهر ولا حاجه نفك البلاستيك اللي على القلم فقط، ولكن مش هنفك البلاستيك اللي ماسك القلم في قلب الاصل اللي احنا طعمين عليه، وده اصل بلدي. موريكم معايا غلطه انك تفك البلاستيك بدري من غير ما يتم عليه سنه. تعالى لي كده، خش لي هنا. شايف الطعمه بعد ما مسكت ابتدت تفك وابتدت تسيب. طبعا بنسبه كبيره الفرع ده لو تقل، لو مال شويه هيتكسر، او الفطريات والحشرات هتخش ما بين الاصل وما بين الطعمه. فاحنا لازم يعدي سنه علينا عبال ما نفك البلاستيك بتاع التطعيم ده. ما شاء الله، ربنا يبارك وربنا يخضر لصاحب العود. طبعا نشيل برضو النموات الجوه البلديه دي، تمام، ملهاش اي 30 لازمه. لمتابعه كل جديد في الزراعه تابعوني، ومنسوش اللايك واعاده النشر.